افتح المحضر يا ابني. لو سألت أي حد من جيل الثمانينات أو السبعينيات عن لو سقط في مادة أو كسر فازة في البيت ممكن إيه اللي يحصل؟ هيضحك ويفتكر ملاحم بطولية في الصالة. ملاحم بطلها الأول هو الشبشب الطاير أو خرطوم الغسالة اللي علم على ظهره. احنا النهارده مش جايين نبرر العنف ولا بنقول ان الضرب واهانه الاطفال كان صح. احنا النهارده بنفتح اخطر ملف نفسي في تاريخ البيوت والاسر بتاعتنا. احنا النهارده بنحقق في متلازمه اسمها الجيل الهش، الجيل اللي كبر واتربى جوه حضانه اسمها التربيه الايجابيه واتحرم من اي جرعه صلابه نفسيه او احتكاك حقيقي بقسوه الشارع، والنتيجه جيل كامل بينهار من اول نقد، بيجيله اكتئاب حد لو المدير بصله بصه، وبيقدم استقالته فورا عشان بيئه العمل مش مريحه سيكولوجيا. احنا النهارده بنحاكم التطبيق المشوه لنظريات علم النفس الحديث، النظريات اللي حولت عيالنا لكيانات زجاجيه شفافه بتتكسر من اول خبطه هواء. خلينا نبدا من الجذور. الخلل الحقيقي ما بدأش من العيال المايعة دي، الخلل بدأ من البيت، من الأب والأم نفسهم. العيال اللي اتربت في بيئات خشنة وقاسية جدا قرروا لما يكبروا يعملوا رد فعل عكسي متطرف مع أولادهم، قرروا يخترعوا نوع من التربية اسمه تربية الهليكوبتر. يعني إيه بقى تربية الهليكوبتر؟ يعني الأب والأم يفضلوا لازقين فوق دماغ ابنهم 24 ساعة، بيشيلوا من قدامه أي طوبة صغيرة ممكن تكعبله في الشارع، بيحلوا له واجبه المدرسة عشان ما يتعبش، وينزلوا يبهدلوا المدرس لو بس قال له انت مش مركز النهارده. الاهل هنا فاكرين ان هم بيحموا حته اللحمه الحمراء بتاعتهم من قسوه الدنيا، بس الحقيقه العلميه ان هم بيبطروا ذكائه الانفعالي وبيدمروا قدرته على المقاومه. في علم النفس في مصطلح عظيم اسمه التحصين النفسي. زي ما الطفل الصغير محتاج يتعرض لشويه ميكروبات من الشارع عشان يبني جهازه المناعي، نفسيته محتاجه برضه تتعرض لجرعات من النقد والفشل والاحباط. لازم يجرب يقع وركبه تتجرح عشان يقدر يقوم لوحده ويبني مرونه نفسيه. لما تحمي ابنك من اي زعل ودايما تقول له انت صح، انت كده بتنزله سوق الحياه العنيف وهو حتى من غير جلد. حرفيا بني ادم سوفت عامل زي الكيكه ما بيعرفش يواجه أزمة. ولأن السوشيال ميديا هي اللي بتربي دلوقتي مش المدارس، الجيل ده رضع من الانستجرام والتيك توك إن الحياة لازم تكون بيرفكت ومثالية، شغل مريح جدا من على البحر، علاقات عاطفية ما فيهاش أي خناقات، وفلوس بتيجي بضغطة زرار. ولما الشاب من دول بيتخرج وبينزل أرض الواقع بيحصل له صدمة عصبية. من فترة قريبة في فيديو قلب السوشيال ميديا لبنت أمريكية لسه متخرجة، البنت طالعة فاتحة الكاميرا وبتعيط بانهيار شديد جدا. ليه بقى؟ عشان اكتشفت إنها المفروض تشتغل من 9 الصبح ل5 العصر كل يوم. بتعيط وبتقول للناس إنها مش لاقية وقت تطبخ لنفسها ولا اعمل قهوتي بروقان ولا حتى اشوف صحابي. الفيديو مش مجرد نكته بنضحك عليها، ده وثيقه تاريخيه بتوثق الكارثه. الجيل ده مصدوم لان الحياه ما فيهاش فلتر ينعم مطباتها زي فلاتر كده السناب شات. مصدوم لانه الشغل طلع محتاج عرق وتعب، مش مجرد لابتوب وكوبايه لاتيه في كافيه شيك. النقلة المرعبة الأكبر حصلت لما دخلنا في مرحلة ابتذال المصطلحات العلمية. المصطلحات النفسية التقيلة والمعقدة بقت لبانة في بق كل عيل صغير. تلاقي طفل عنده 10 سنين باصص لأمه بكل ثقة وبيقول لها أنت بتسببي لي تروما وبتدمري لي سلامي النفسي يا ماما، ده لمجرد بس إنها ممكن تكون سحبت منه الموبايل علشان يذاكر. خوارزميات التيك توك والسوشيال ميديا لقطت الضعف ده وبدأت تلعب عليه، بقت بتكافئ أي شاب بيطلع يشتكي ويعيط بآلاف اللايكات والمشاهدات. المنتل هيلث والاعتناء بالصحة النفسية اتحول من علم طبي لترند وبزنس. الكل بقى بيشخص نفسه باكتئاب حاد وقلق مرضي عشان يحس بالتمييز الديجيتال. المرض النفسي بقى أسرع طريقة للحصول على التعاطف والدوبامين السريع المضروب. الجيل ده للأسف زرعوا فيه عقدة الاستحقاق المطلق، طالع للدنيا حاسس إن الكون كله ده مخلوق عشان يخدمه ويدور حوالين رغباته العظيمة، وما بيستحملش أبدا إنه يسمع كلمة إنه إنسان عادي زيه زي مليارات البشر، مش محور الكون. وهنا بقى بنشوف الكارثة الأكبر، وهي بتترجم لخسائر في السوق والاقتصاد. الجيل ده كبر وبقى هو القوة العاملة اللي بتخش الشركات دلوقتي، ومديرين الاتش ار واصحاب البيزنس بقوا عايشين في قلق مزمن. تخيل معايا شاب لسه متخرج ومقبوض عليه في شركة او ميديا ايجنسي، مجال زي الدعاية والاعلان والانتاج، معروف انه بيحتاج طاقة تحمل رهيبة وشغل تحت ضغط وتارجت ما بيرحمش. لما تيجي شركة زي دي تطبق نظام وسياسة محترمة زي الأودو مثلا أو مايكروسوفت دايناميك أو أي نظام من الأنظمة دي علشان بس تنظم هيكلة الموظفين وتعمل رصيد للأجازات وتظبط مواعيد الانصراف والحضور والمأموريات، تلاقي الشاب من دول بيعتبر إن القواعد الإدارية دي
بيئة توكسيك، بيعتبر إن تتبع حضوره وانصرافه ده اختراق لسلامه النفسي وحريته الشخصية. ولو مديره المباشر بعت له إيميل وقال له إن الحاجة دي متأخرة أو الديزاين ده محتاج يتعدل، تاني يوم الصبح الشاب من دول بيبعت استقالته بدم بارد. الجيل ده مش قادر يستوعب إن الشغل يعني التزام، وإن المدير ده مش بابا اللي هيطبطب عليك في البيت. هم عايزين رواتب خيالية وبوزيشن ما حصلش وبنفيتس أو مميزات مرعبة، في المقابل المجهود صفر. احنا قدام ظاهرة عالمية مدمرة اسمها الاستقالة الصامتة. الشباب بيهرب من المواجهة وبيسيب الشغل من غير إنذار، لأن جهازه العصبي ما اتدربش إنه يصمد قدام أي تحدي يومي. بس عشان المحقق يكون ميزان عادل وما نقعش في فخ التنظير الأبوي الأعمى، لازم نعترف إن الجيل ده اتظلم ظلم باين. الجيل ده فتح عينه على شاشات سريعة جدا دمرت تركيزه بالكامل، وطلع لها أزمات اقتصادية مرعبة وانهيار للطبقة المتوسطة بيخليه حاسس بعبثية المجهود. زمان الشاب كان عارف انه لو تعب واشتغل هيقدر يتجوز ويجيب شقة وعربية. دلوقتي الشاب بيشتغل وبيطحن وفي النهاية مرتبه يدوب بيكفيه قهوة ومواصلات، فيوصل لمرحلة من الإحباط تخليه يقول وليه التعب ده كله ما دام النتيجة واحدة. انعدام الأمل في المستقبل القريب هو اللي بيغذي جزء كبير من حالة الهشاشة والاستسلام ده. اقفل المحضر يا ابني علشان نكون منصفين لآخر لحظة. الجيل القديم قسي جدا وزاد فيها، والضرب والإهانة عمرهم ما طلعوا أسوياء، بالعكس طلعوا ناس مشوهة من جوه تخاف ما بتختشيش. بس في نفس الوقت الرد على القسوة دي ما يكونش بالدلع والتمييع اللي بيدمر الشخصية. الحل مش إننا نرجع لزمن الخرطوم والشبشب اللي كان بيطير في الصالة، الحل إننا نوقف مصنع الفرافير ونعمل إعادة ضبط مصنع لعيالنا. علموا عيالكم إنه في الدنيا كلمة لأ بحروف عريضة جدا. سيبوهم يفشلوا ويقعوا ويجربوا مرارة الخسارة علشان يتعلموا يقفوا على حيلهم من تاني. شيلوهم مسؤولية قراراتهم الغلط، خليهم يدفعوا الثمن. الحب الحقيقي مش انك تبني لابنك طريق مفهوش ولا مطب، الحب الحقيقي هو انك تبني ابنك من جوه علشان يقدر يمشي في اي طريق مهما كان مكسر وضل. المتهم في القضية دي مش طفل الشاشات المنهار والضعيف، المتهم الأول هو الأهل اللي افتكروا ان الدلع المفرط تربية إيجابية. جيل ما يعرفش يحمي نفسه وما يعرفش يبني بيت، وأكيد مش هيعرف يبني وطن. قولوا لنا في التعليقات، هل انتم مع مدرسة التربية الحديثة ولا شايفين شوية خشونة من بتوع زمان هي اللي بتصنع الرجال؟ التحقيق بتاعنا لسه مستمر. السلام عليكم.